الحاجة الوحيدة اللي بتوقفك انك تعملي تورتاية في بيتك لولادك من غير ما تجيبيها من بره مبلغ مبالغ فيه هو الكريم شانتيه. هقولك ازاي تعمليه ويظبط معاكي من اول مرة، وهقولك عن النوع المفضل اللي يديكي كمية كبيرة في اخر الفيديو. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في شغل الكريم. اولا لكل كوباية من الكريم شانتيه ليها نص كوباية من السكر الحبيبات. لو انتي مش عايزة ان انتي تزودي التسكيرة ممكن تقللي شوية، بس انا بحط لكل مج نص مج من السكر، وبحط لكل مج من الكريم شانتيه مج واحد من المادة السايلة، سواء لبن متلج لازم يكون متلج أو مية متلجة. اللبن بيخلي طعمه غني، وممكن تستبدلي لبن بمعلقتين من الكريم باستري، هتلاقيه عند أي عطار أو عند أي حد مستلزمات حلواني. هتضربي بقى من 3 دقايق ل5 دقايق. أنا في الأول حطيت السكر وضفت عليه المية أو اللبن، دوبتهم مع بعض، وبعد كده نزلت بمج ونص من الكريم شانتيه. حد هيسألني ينفع أعمله في الخلاط؟ لأن السؤال ده جالي كتير قوي. بصراحة يا جماعة مجربتوش في الخلاط ومش هقدر أفيدكم في النقطة دي. هتتمي تضربي من 3 دقايق ل5 دقايق لحد القوام ما يبقى معاكي كده. هتحسي ان القوام بتاعه هيكون تقيل والمضرب بيمشي ببطء. بتزودي تدريجيا، يعني عايزة أقولك معلقتين في معلقتين أو كمان معلقة في معلقة، لحد ما يعمل بقى معاكي الأشكال دي. يبتدي ان هو يعمل خطوط بالمضرب كده، تعرفي ان الكريمة بتاعتك ما شاء الله تطلع متماسكة وهتطلع حلوة قوي. طب نوع الكريمة اللي انت بتستخدميها ايه؟ نوع الكريمة اللي انا بستخدمها ريتشي. ريتشي يا جماعة، ريتشي بيدي نتيجة ما شاء الله فوق الممتاز، بيدي نتيجة فوق الممتاز، قوام ممتاز جدا، وما شاء الله بيدي كمية كتير. لايك بقى للفيديو وكومنت بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان ناس كتيرة جدا سألتني على الفيديو يوصل لها الفيديو ده.